وجد دليل واستغفر لذنبك. لكن كما يقول الشاعر كم من عائد قولا صحيحا واتته من الفهم السقيم. واستغفر لذنبك، كلمة ذنب هذه مصدر، والمصدر عندنا في اللغة تارة يضاف إلى فاعله وتارة يضاف إلى مفعوله، تارة يضاف إلى من قام بالفعل وتارة يضاف إلى من وقع عليه الفعل. أعطيكم نموذج على الأول ونموذج على الثاني. في قوله تعالى يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك الذي قمت به، أنا أضيف إلى فاعله. وفي قوله تعالى ولما انتصر بعد ظلمه، انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. هذا الإنسان يظلموه وقع عليه ظلم، يريد يرده هاي منه ماشي يا ربي ما عليه حد شيء. الإنسان هذا ظلمه هنا أضيفت إلى الظالم ولا المظلوم؟ ولما انتصر بعد ظلمه المظلوم. شوفوا الآية الأخرى فمن تاب من بعد ظلمه فإن الله وأصبح بين الله يتوب عليه. بعد ظلمه تاب بعد ظلمه ظالم. هاي آية كيف فمن تاب من بعد ظلمه ولم انتصر بعد ظلمه. ظلمه لولا هو اللي ظلم، والظلم الثاني ظلموه مش ظلم. هناك يقولوا واستغفر لذنبك الذي وقع في حقك من طرف الصحابة استغفر لهم. واستغفر لذنبك أي ذنوبك اللي وقعت من طرف الصحابة في حقك، وضيف إلى مفعوله مش لك عيبه. النبي المنزه عن النقائص، النبي صلى الله عليه وسلم معصوم. في الآية الأخرى يقول يتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. يتناجوا بالإثم ويتناجوا بالعدوان ويتناجوا بمعصية النبي أي بما يعصى به رسول الله، مش كان حاجة مثل معصية رسول الله. قلت هذا الإنسان الفرق بين الإنسان اللي يبدأ في الفهم في البحث من معطيات أن النبي معصوم وبين اللي يبدأ من الله النبي بشر. يبدأ لأنه بشر عادي تلقاه بعد يقول كان واحد من الجماعة هذا ده كتاب فيه أخطاء النبي صلى الله عليه وسلم وجمع فيها عبس وتولى وطلاوات. هذه كل من غباء. الإنسان يكون تبعها مليه عبس وغير عبس تلقاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخطاء يسمي فيها الأخطاء هي افتراق بين الصواب وأصوب، بين الصواب وأصوب مش صواب وخطأ. وربي عنده حق يصلح لسيدنا محمد بين الصواب والأصوب، فأنت فعله كله جميل وهل تنجح إلا بما حواه الذكاء. أعطيكم قصة واحدة فقط مش تعرفوا عمق المسألة وخطورة المسألة، وأن الإنسان الذي ما يتلاحش في المجال هذه ولا يتكلم فيها إلا ما يعرف. شوف في قضية الأسرى بتاع بدر اللي شدوهم بعد المعركة بتاع بدر، يا أخي قالوا جماعة قالوا نقتلوهم سيدنا عمر، قالوا كل واحد شوف ولد عمه ولا أخوه باش الكفار يهزوا قاعدة ما عندناش رحمة في الدين في يخالف عقيدة. وسيدنا أبو بكر قال لهم قومنا وعشرتنا كل واحد يحفظ لنا 10 مسلمين الكتابة والقراءة ونسامحوه نسيبوه. رسول الله شاورهم سيدنا عمر قاعد منا سيدنا أبو بكر قاعد منا. بعد قال إن الله ليلين قلوب أقوام في هذا الدين حتى تكون ألين من الماء، وإن مثلك يا أبا بكر مثل عيسى قال إن تعذبهم إنهم عبادك وإن تغفر لهم. وقال وإن مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم، وإن الله لا يشدد أقواما في هذا قلوب أقوام في هذا الدين حتى تكون أكبر من الصخر، وإن مثلك يا عمر مثل نوح قال ربي لا تذر على الأرض كافرين سيئا. بعد دخل النبي وخرج كي خرج قال لهم عموا المسلمين روح. بعد نزلت الآية وما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يدخل في العرب. تريدون عرب الدنيا رسول الله قعدوا سيدنا أبو بكر متأثرين بين الآيات اللي نزلت تقول معناها كن نزلتوهم خير من رأي سيدنا عمر الأصغر من رأي سيدنا أبو بكر. هذا اللي خطأ الحكيم خطأ سيدنا عمر كي جاء منكم قال مش بكي فيكم أبكي أو أتباكى. قال رسول الله واشتين ولكني أسمعت الشهد عنه عرضت علي منازل القوم في النار
دون هذه الشجرة. في ديركم درني راني رحت الله سيدنا أبو بكر راني جماعة شرطوهم نشوف الناس في النار قدام شجرة اثنين قلت هذا عاود داخل جهنم عاود داخل والاثنين مادام عندي خيار مازال ربي ما قدرش الوحي هيا ندير حاجة تاع نحيدوا عليه بقدر تو لعل يهديه ربي يسلم هذاك ولا يدخل الجنة. هذا انت تجيب التليفون ممكن تقول هو اخطا ولا ايش دخلك انت في الامور هذه؟ رسول الله يقول راني جنازه تاع يهوديه هزينها وقفت متاثر. النبي قال لها يهوديه قال مش نفس يهوديه قال حبيت لها الاسلام حبيت لها هاي منعت دخلت الجنه. فبالنسبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم التعامل بتاع الانسان هو حتى استاذ بركه مش تعترض عليه تلقى مخ اكبر من مخك وادرك عندك يا مجمع العلم والمعرفه كذاك بالعلم بالأمية معجزته. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمية بتاعه هذه كان لو فرح بها أو النبي أمي أو النبي أمي وربي داروا أمي معجزة لأن بالعالم مش ما يقري حتى واحد. احنا عندنا محو الأمية ما عرفناش. أخي واحد يجي أمي بعد يقول له أمي يقعد يقرأ وينجح ويقدرها. رسول الله ربي هو اللي قرأ صار يقرأه كافة لا تنسى. الله ربي لأنكم الله واحد يقعد كلمتين وكذا قريت. لا قريتها جاني والله ما عرفش كيف تبدا وعايز تفهم فيه وعايز كذا مرة هذا قرا حتى واحد ودبين حتى واحد وجيه ومن بعد قضيه هي في قراها ربي روحوا شوفوا اللي جبتها في الوقت. الحاجه الثانيه كان يتيما. اليتيم في العاده ما يقولوش ربي تعرف امه مش ربي ما يعلم فيه مو في البيت هو اللي يعلم بس يقول والله رب عبد الله والله لا شيء هذا لو ربك لا ما ربكش لان سيدنا عبد الله يا خطيب أو أنت ربي سبحانه وتعالى مش تعرف لأن يكون جو يجي ما شوف الوالدين كيفاش يربوا ذرهم شو تبارك الله لا هاي مش تبقى عنده النية حتى على واحد ويقعد هو برهان على أن الله سبحانه وتعالى يعتني بعبده شوف شو يطلع. قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهداة بعث ربي رحمة للعالمين. نعطيكم مفارقة قوم سيدنا عيسى عليه السلام قالوا له يا سيدنا عيسى والله يعني قلوبنا فيها شوي شك معين ولو كانت نزلنا ربي نزلنا مائدة من السماء المائدة هذه نديروا تاريخ نزولها عيد نهار نزلت المائدة لأولنا وآخرنا وناكل منها شوي نعرف راهو صحيح كان يدخل فيه وزيد ثاني معناها نكون عليها شاهدين. هذه نديروا تحت خط الساعة تكون لنا عيدة لأولنا وآخرنا طابنا فيها شوي مائدة من الجنة نزولها يوم نزولها باش يديروا عيد. وتلاقينا هنا النبي نهار ظهوره للكون هذا عيد ولا بدعة نديروا عيد ولا لا وجماعة طابنا باش يديروا لها عيد. وهنا الجهة المطبق نتاعنا المدة بتاع 2013 حكم عليها نكلم في مجموعة نتاع التلاميذ كنت معهم على النبي نلقاهم ما عارفين حتى معلومة. مع ذلك بزيد من الخلفاء 4 جل إسماعيل وميكائيل وعزرائيل والخلفاء ما كان حتى معلومة. قلت ساعة ولا يتحدث على رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد لهم يوم الاثنين صبيحة يوم الاثنين 12 ربيع الأول 571 تفضل كان يهجري ولا بلاد كذب والله ما قدرت الزوج كبيرة 570 هجري ولا بلاد معناها ما عجز كيف عجزت انتم دورك لا ضربة كبيرة ضربة لليهود اللهم دمر اليهود نعمل 1942 ميدعو ما كانش نمرت على اليهود يقولوا رجع رسول الله نقول شو مش يديروا في الوقت شو حبينا بنعامل داخل النبي جايب من الصحابة وجايين هنا داخلين من رسول الصحابة داخلين في التبسة هنا في المجال بتاع التبسة عند الغابات تتسيط الزمجر معين كانوا بالعقل نسمعوا أنا بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جاي نهدوا الناس بطريقة مستقيم ما شئنا مش نتوكم تعال سمعوا لا صوت لا صيت لقت نبيه من خاف الله من كل شيء خوف الله من كل شيء انقادت له الأكواس مش الدنيا تحدث ده اللي تخاف منها كل حاجة واحدة شكل روح مع الرحمة المهداة قلت يا جماعة سيدنا عيسى طلبوا مائدة قالهم راني ننزلها بالصحراء وكان يكفر واحد منكم أي نعذب عذاب لا أعذبه أحد ما يعلمش
مساكين طالبين شوي خير. أسمعوا يا جماعتنا مش طالبين وقت النبي يا رب إن هذا عن نبي هذا بالحق بحث بالحق يعني أمطر علينا حجارة من السماء أو يتنى بعذاب أليم. عارف هكذا عارف هكذا سواء هتطبوا طابلة ما كان بيجي يختاروا كان ما يبعد يكفر ولا ويطلب سخط واحدة ضد مختار شو واحدة كده لا وما كان الله يعذبهم وما كان الله يعذبهم يستغفرون ويستعجلون بالعذاب يعني عرف مقدمين الإجابة خطنا ولولا أجل مسمى قال المفسرون ووجودك بينهم فلاش حابين مع الزعزوع في طيفين يضربوه خرج جبينه الشريف دم ورجله الشريفه دم وأذوه استخبار في الطائف وبعث ربنا في الجبال وقال له كان قال لي كده هات لا طبق قال له بعث ربي ذلك نطبق على الرسولين لا كذا قال اني ارجو من الله ان يخرج اصلابي ذريه يعبد الله يوحدون في الدعاء دعا اللهم اشكو اليك بشيء ضعف نفسي وقله سهيلتي ووجه الناس ما عندوش علاقه بين الطول اهل الطاعه لا أذوني لا ضربوني لا بشكو ضعف نفسي وقله سهيلتي ووجه الناس كل فعليين في روح عن الإنسان ما يبدوش أبدا يكفيكش أن أعطى ربي الدعوات المستجابة قال ما من نبي إلا ولو دعوة مستجابة وانت قال لا أنا ما لقيتهاش وين قال خمسة يوم القيامة عارف يوم القيامة قال عارفكم تقعدوا تفحصوا يسراكم في بذرة الطين لا هم شيء يتورط الواحد ومعه تلقى لازم كان طارق يخرجوها بذرة تعطيل يا أخي الوقت يعرف تجوني ولا خليتها ما يشبه خلى أولادها خلى أقرباء خلى كل العالم حسين قال خليها شفاعة بأهل الكبائر الأمة قال من الناس يوم القيامة كنت تحوس على تحت العرش والجهة اليمين وكذا قال كنا نقول ندور هناك الجهة هذه علاش؟ مش نلقاها من العصاة من هم يلعبوا الجهة شوفوا هذا مش يخرج من الدنيا ويقول اشتقت الى احبابي انا مش احبابي لا انتم اصحابي احبابي اناس يؤمنون بي ولم يروني هذا بيشتغلهم تلاقي معهم في قيمه الحوض قال يرد علي الحوض اقوام لا اعرفهم الا بكثره الصلاه عليه صلى الله عليه وسلم أعطيك المفتاح اثنين من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه 10 من صلى عليه 10 صلى الله عليه 100 ومن صلى عليه 100 صلى الله عليه 1000 ومن صلى عليه 1000 زاحم كتفه كتفي أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكثر من الصلاة عليه فإنها تعرض عليها أنا نعود نعرفكم نعود فلان بن فلان بن فلان كل يوم يبعث النبي في الرسائل بتاع المحبة والصلوات عليه وقال سيدنا كعب بن عجرة يكثر بصلاة عليه تكفى همك ويقضى دينك ويغفر ذنبك باش تحاول تصلي على النبي في هذه رسول الله تكفى همك